السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم. معكم أسامة ومعكم أمين. حنا جوج مغاربة عايشين في الصين، كنديروا التجارة وكنديروا الاكسبور. عندنا خبرة تقريبا ديال 10 سنين هنايا، واليوم بغينا نبارطاجيو معكم داكشي اللي كنعرفوا. ديما كندويو قلنا علاش ما نصوروش. تفهمتيت واحد اللحظة. القرار أنه نصوروا بودكاست جا من واحد الفكرة اللي هي بزاف ديال الناس عندهم بزاف ديال التساؤلات على الشينوا وكيفاش يامبورطيو من لاشين. قلنا علاش لا ما نجلسوش، وهذاك الشيء اللي ديجا كيسولوا عليه الناس غادي نهضروا عليه في واحد البودكاست اللي نقدروا نديروا واحد الحلقة اللي فيها واحد الخلاصة ديال داك الشيء اللي تعلمناه حنا في هاد 10 سنين هذه واللي كنعرفوها، والناس ربما يقدروا يستافدوا منها. وبحكم اننا حنا كيجيونا بزاف ديال الاسئله حيتاش كنحطوا المحتوى اونلاين، وكاينين اسئله ديال شي ناس اللي كيكونوا كيتعاودوا، دونك قلنا هذوك الاسئله هادو غنحاولوا نجاوبوا عليهم، حيتاش الواحد اللي جديد كيكون ديما عنده الضبابه بالنسبه لاشين. فاش كيكون باغي يجي مسكين ما كيعرفش فين غيجي، متى غيجي، شنو هو راس المال، واش يجي ولا ما يجيش. هاد الاسئله هادو غنطرقوا لهم في هذا البودكاست ونتمنوا انهم ينفعوكم. ومن بين الحوايج اللي غادي نقدروا نزيدوا هما التجارب ديالنا حنا الخاصه، يعني التجربه اللي عشنا مع لي فورنيسور هنايا، مع الموردين اللي في الصين، شنو هما المشاكل اللي تقدر تطيح فيهم وكيفاش تقدر تفاداهم. ياك اسامه؟ تماما. اوكي، على بركه الله. دونك نبداو بواحد جديد كيسمع بالصين، كيسمع بالناس كيجيبوا السلعه من الصين، كيسمع بان الصين فيها الهوته. باش يقدر مثلا الواحد يبدا هذه الفكره ديال الصين، باش كتنصحوا مثلا؟ ويل اول حاجه كاينين بزاف الحوايج اللي خص الواحد يفهمهم. يعني حنا من بين الحوايج بحكم اننا في انستغرام الحمد لله عندنا واحد ريبيتاسيون، وكاينين الناس بزاف كيعرفونا في السوشيال ميديا كلها ماشي غير انستغرام. بزاف الناس باغيين يجيبوا السلعه، باغيين يديروا، كيكون عندهم واحد الكابيتال، واحد البيجي صغير، باغي يجيب السلعه من الشينوا، ولكن ما عرفش بانه باش هو يجيب السلعه خص يكون عنده شي حوايج في المغرب، خص يكون عنده شركه تكون لاكتيفيتي ديال الشركه امبور اكسبور. يعني بزاف الناس ما كيعرفوش هذه القضيه، كيقول هو انا بوحدي غادي نمشي نجيب السلعه، خصي يدوز من هذه المرحله هو الاول. اكزاكتومون. يعني اول مرحله قبل ما تجي خاص يكون عندك شركه باش تقدر دير لامبورطاسيون. هذه في حاله انت بغيت امبورتي راسك، ولكن انا نقدر نمشي معكم ابعد من هذه. بالنسبه لواحد يلاه بادي، انا كنصحو شخصيا يشوف شنو هو راس المال اللي عنده. راس المال اللي عندك هو اللي غيحدد بعدا واش غادي تكري شركه وتفكر في الصين وكذا. عندك راس المال محدود، خليك في المغرب، سير الاسواق المغربيه، سير فهم بعدا شنو هو التجاره. شوف شي دومين اللي مثلا غتجرب واحد لوكول اللي طايح، فلوسك ما تحرقهمش دغيا، والتجربه دغيا. يعني غتمشي لدرب عمر مثلا، غتقدا شي سلعه بحال هكا، غتجربها، غتشوفها واش كتمشي ولا ما كتمشاش. حيتاش لامبورطاسيون فين الواحد كيربح، فين كتلقى الواحد فريمون كيضرب يدو. فاش كنبداو ندويو على الفوليوم، يعني غادي نجيب واحد الكونتونير على حساب عاوتاني البرودوي. كاين البرودوي اللي غيكون صغير نقدر نجيب منه غير كراطن، ولكن اون جينيرال لامبورطاسيون كتربح فيها مزيان فاش كتبدا كتخدم على الفوليوم. الا كان البيجي ديالك صغير، بدا في المغرب، تعلم في المغرب. انا كنعرف بان بزاف الناس كيجيو عندنا كيسولونا كيقول لي راه ديك السلعه اللي باغي نبدا بها راه ما كايناش. كنتاجوا لعلي بابا ولا علي اكسبريس باش كنبداو بشويه، ما كنجيوش كنتلاحوا مره واحده. هذا من جهه. ذكرت في واحد القضيه ديال ان الناس اللي يلاه بادين اول حاجه كيكونوا ناقصين هي المعلومه. احنا الناس اللي كيعيطوا لينا مثلا، وهذا الشيء علاش كنديروا هذا البودكاست. المعلومه بطبيعه الحال. بزاف الناس ما عارفينش بزاف الحوايج. يعني انا اول حاجه غادي نقول دابا كاينين دورات في يوتيوب، كاينين دورات اونلاين، خاصك تعلم. تجلس واحد النهار تحل واحد اليوتيوب فيديو، ولا تمشي لجوجل وتقلب مثلا شنو هما لي زانكوتير. مثلا انت غادي تجيب كتمشي تهضر مع الفورنيسور في علي بابا، كيقول لك الثمن اللي عطيتك اكس وورك EXW. انت ما عندكش فكره شنو هي اكس وورك. شنو هي اكس وورك مثلا، شنو هي اف او بي. حنا نجاوبوا على كل وحده شنو هي. نفسروا لهم هاد اكس وورك واف او بي بريفمون، هذوك اللي كيتستعملوا بزاف قولها لهم. مثلا هاد الثلاثه هادو كيتستعملوا بزاف، اكس وورك، اف او بي، سي اي اف. انت واحد باغي تجيب سلعه من لاشين، ما نهضروش على البي جي، عندك شركه ما عندك، خص تكون فاهم هاد المصطلحات. هاد المصطلحات كيتسموا لي زانكوتيرم انترناسيونال، يعني كيخدموا بهم الناس في كاع العالم. الاولى اكس وورك هو ان الفورنيسور مثلا اللوزين فاش كيعطيك الثمن ديبار وزين.
يعني انا اعطيك الثمن ديال السلعه بوحدو بالنسبه للترونسبور من عندي انا كمثلا مصنع للمرسى هنا في الشينوا ومن المرسى للمغرب داكشي ما داخلش. يعني افترضوا مثلا بغيتي تاخذ تليفون، الا عطيتك اكس وورك غادي نقول لك هذا التليفون هذا داير مثلا 1000 درهم، غتجي انت عندي غتهز عندي من اللوزين، فهمتي؟ ما غاديش يعني هذه ببساطه يعني لوزين. كاين واحد المصاريف اخرى اللي ما تكونش حاسبها نتايا. داكشي علاش خص ضروري تعرف هذا لو تيرم اكس وورك. كيف قال امين، لوزين كيقول لك ها هو هذا هو باب لوزين ديالي، ها هو اخويا سلعتي نحطها لك هنا. يعني ما كاينش ترونسبور شي وير هاوس مثلا كتجمع فيها السلعه يقدر ما يكونش مدخلها، خصك تسولو واش مدخلها ولا ما مدخلاش. هو مستودع، المستودع خصك تسولو واش هذاك داخل داك الثمن داخل فيه داك النقل ديال السلعه من هذيك البلاصه اللي تصنعت فيها المستودع ديالك اللي كتكون كتخدم مع شي بيرو. هو غالبا ما كيكونش فاش كيعطيك الفورنيسور اكس وورك ما كتكون داخله فيه حتى شي حاجه، يعني ماشي ما تحتاج تسولو. بعض المرات كيقدروا يعطيوك هذاك الترونسبور يدير معاك المزيان وصافي، واحد البلاصه مثلا انت هنايا يدير معاك الجميل، ولكن اكس وورك تيرمز ما فيهم حتى شي حاجه تماما. كتكون بعض المرات كيقول لك هادشي علاش قلت لهم انا يسولوا، حيت بعض المرات كيعطيوك واحد لا ديستونس، كيقول لك شوف انا مثلا في مدينه ديال غوانجو عندي من هاد البلاصه لهاد البلاصه مع 500 متر ولا كيلومتر، هنا كنقول ما كيعطيك واحد لا ديستونس اللي يقدر يصيفط فيها السلعه. فات هذيك لا ديستونس كيقول لك شوف راه خصك تخلص خونا اللي غيجي السلعه، يعني الشيفور غيجي السلعه كاميو. بمعنى اخر كيدير معاك المزيان، فاش انت شريتي عنده السلعه كيبغي. كاينين مثلا بعض الموردين بعض المصانع يقدر يصيفطها لك للوير هاوس ديالك الا كان في نفس المدينه قريب، مثلا واحد 200 درهم ولا 300 درهم باش يصيفط ديك السلعه، ما غايقولش لك راه ليا، كيدير معاك هذاك الجيست. اما هي نورمالمون اكس وورك، انا كمورد مثلا ولا كمصنع كنقول لك هاي السلعه ديالك فلوزين عندي انت جي هزها، انا ماشي سواقي في الترونسبور في هذا. ثاني من بعد اكس وورك هو اف او بي. اف او بي انت انا كمورد جيتي عندي انت اسامه قلتي لي بغيت التليفون هذا بشحال، التليفون ما كيبقاش داير 1000 درهم، كيولي داير 1200 درهم. علاش؟ هذيك 200 درهم هو داك الفلوس اللي غادي نشد بها انا السلعه نصيفطها للميناء في الصين. مثلا الا كنت في غوانجو غادي نصيفطها للميناء ديال غوانجو ولا ديال شانغهاي ولا ديال تيانجين ولا اي بلاصه في الشينوا، انت كتقدر تفرض عليا فين نصيفط السلعه. كنصيفطها اف او بي، يعني الثمن ديال اف او بي المعنى ديالها اف او بي فري اون بورد. هذا التيرم هذا بلونجلي يعني تقدر تترجموا دابا كاين الاي اي، كاين شات جي بي تي، يعني ساهل تلقى المعلومه. قول لي غير ما هو اف او بي غادي يشرح لك فهمتي كل شيء. ولكن الاي اي كيبقى يعطيك واحد الجواب اللي هو عميق، خصك تفسروا لبنادم بالدارجه سهل. احنا كنفسروا بالدارجه. الواحد الا بغى يتعمق يمشي لجوجل، يمشي لشات جي بي تي، يمشي دابا تبارك الله المعلومه موجوده، ولكن خص اللي يعطيك راس الخيط باش انت تتبع هذاك راس الخيط. حنا دابا هذا هو راس الخيط هذا هو راس الخيط. اف او بي فري اون بورد هو انا غتشري عندي اسامه انت السلعه 1200 درهم، ما بقاتش 1000 درهم، غادي نصيفط لك للميناء. الثالثه هي سي اي اف. ولكن خصنا نفسروا لهم شنو هما لي شارجي داخلين في الاف او بي. لي شارجي داخلين في الاف او بي، عندك ترونسبور لوكال في وسط لاشين، وعندك لي شارج ديال الديوانه باش يديكلاري هو السلعه، باش يخرجها، باش يحطها في البور. باش راه كاين الديوانه في لاشين قبل ما تكون الديوانه في المغرب، دونك هو عنده دي فري، عنده دي شارج باش يدوز داك البروسيس، يخرج السلعه من داخل الصين للميناء، حيت الميناء كيتعتبر واحد البلاصه انترناسيونال ما داخلاش في الصين. هو عنده دي شارج كيزيدون في الثمن، وعلى حساب عاوتاني لا كونتيتي. الا كانت لا كونتيتي كبيره دوك لي شارج كيبانوا صغار، الا كانت لا كونتيتي صغيره راه كيبانوا دوك لي شارج كبار. طبعا. وثالث انكو تيرم اللي كيتستعمل بزاف هو سي اف ار ولا سي اي اف، كوست انشورنس اند فرايت. هادو كاملين بلونجلي، ولكن كما قلت لكم قبل انكم تقدروا ترجموهم. سي اي اف كتعني انني كمورد مثلا كتجي عندي التليفون هذا قلنا ديبار اوزين اللي هي اكس وورك 1000 درهم. ولكن في المغرب سي اف ار في المغرب. التليفون كما قلنا مثلا دير 1000 درهم، الا هزيتيه من لوزين صيفطته لك انا كمصنع البور هنا في الشينوا، الميناء في الشينوا، غنحسب لك 1200. انت ملي كتقول لي سي اف ار انا شنو كندير؟ كنمشي كنزيد الثمن ديال الترونسبور حتى للبور في الدوله اللي غادا لها السلعه. مثلا حنا عندنا في المغرب كازابلانكا
كازابلانكا بورت، ميناء الدار البيضاء. انا غنصيفط لك هذا التليفون هذا حتى الميناء ديال الدار البيضاء، يعني التليفون ما غيبقاش ب 1200 درهم، غيولي مثلا ب 1700 درهم. غنزيد عليك هذاك الثمن ديال الترونسبور. يعني الا شفتي انت الثمن ديال السلعه كيفاش كيتبدل، غيبان لك ان الفرق وشنو زايد. اللي زايد في السي اي اف هو الشحن من الميناء ديال الشينوا حتى الميناء ديال الدار البيضاء، ما دخلش فيها الديدوانمون، ما دخلش فيها الجمارك والديوانه، ما دخلش فيها الجمارك والمصاريف ديال الجمارك والضريبه على القيمه المضافه وهذاك الشيء هذا كامل ما داخلش. تماما. دابا باش نلخصوا عاوتاني، قلنا اكس وورك التليفون كان داير 1000 درهم، اف او بي التليفون كان داير 1200 درهم، والسي اي اف كوست انشورنس فرايت، يعني لو كو لاسيرونس و ترونسبور، كيولي التليفون مقيوم ب 1700 درهم. هادشي راه مازال ما دونتيهش، هادشي بلا ديوانه. يعني هو باش يهزو من عنده المصنع للميناء زاد واحد 200 درهم ديال لي شارج. وعندك السي فرايت او لا هو النقل البحري او النقل الجوي، على حسب النقل البحري والنقل الجوي. النقل البحري كيكون ثقيل، كياخذ شويه الوقت. من المغرب عندنا ما بين 35 45 الا كانت القضيه حامضه في حاله اليمن 65 يوم كاع، حتى 55 حتى 70 يوم. والشحن الجوي كيكون اسرع ولكن كيكون اغلى، كيكون غالي بزاف مقارنه مع الشحن البحري. هادو هما الاختلافات في الانكو تيرمز، وهذا شي حاجه اللي واحد خصو يعرفها، مهمه جدا ذكرها امين قبل ما يبدا يفكر كاع يامبورتي. هاو سيدي عرف هاد لي زانكو تيرم شنو هي المرحله الثانيه. هذه بعدا حقاش دابا علاش الواحد يبغي يتاجر من الصين؟ هو باغي يجيب واحد السلعه مثلا اللي ما كايناش في المغرب ولا اللي قليله في المغرب، ولا واحد السلعه اللي باغي يجيبها رخص من داكشي اللي كتباع فيها في المغرب، ياك؟ هذا هو الاساس. ولكن الا ما كنتيش عارف اكس وورك اف او بي سي اي اف ولا سي اف ار، ما غتقدرش تعرف شنو هي القيمه ديال السلعه. يعني القيمه ديال السلعه الا ما عرفتيهاش مثلا شحال غتقام عليك في المغرب، ما يمكنش غتدخل على واحد البروجي. مثلا حنا الا كنتي غتقام عليك هذا التليفون ب 1700 درهم وهو في المغرب كيتباع ب 700 درهم، علاش غتجيبو من الشينوا؟ حنا ما كنهضروش على الضريبه، ما كنهضروش على الديوان، هذاك موضوع واحد اخر ما غاديش ندخلوا فيه. يقدر يكون ماشي بداك الفرق الكبير ديال الثمن، يقدر يكون مثلا هو في المغرب داير 1700 درهم، يعني السيد خدا واحد الكونتيتي، هو في هذيك لا كونتيتي ربح اولا في الشراء. فاش كيشري اكس وارك راه ما كيشريش ب 1000 درهم، راه كيولي شاريه ب 800 درهم ولا 700 درهم. ها هو ربح شويه، كيربح في الترونسبور، حيت هما دوك لي شارج اللي 200 درهم ما كتبقاش تبان، كتولي 200 درهم مقسومه على العدد ديال التليفونات. عاد عاوتاني الترونسبور ديك 700 درهم كتولي مقسومه على العدد ديال التليفونات. دونك هو كيربح في هذاك الفوليوم، حيت جاب هو مثلا واحد الكونطونير ولا جوج ولا ثلاثه، كيولي مقيوم عليه التليفون قلب الديوانه ديالو بكل شيء ليه. داكشي علاش كنقولوا للواحد يمشي يلتجئ، يقدر يدخل اونلاين يقلب يسول، هذا ما فيها عيب، ولكن يشوف السوق شنو فيه وبشحال كتباع السلعه. واحد المشكل اللي كيوقع فيه المبتدئ بزاف هو انه كيجي كيدخل المواقع الصينيه كيلقى بان التليفون داير 500 درهم، ولكن هذاك راه الموقع الصيني هنايا، انت غادي تشري هنا راه ما فيه لا حتى شي شارج داخله. اصلا هذاك هوك، اصلا كاع الثمنات مثلا اللي كاينين في علي بابا راه كيديروها لك. مثلا انا شحال من واحد شحال هذه كيقول لي وانت حسبتي لي الثمن هذا، هو راه شاف كيدخل يشوف التصويره مازال ما دواش مع الفورنيسور. دابا دوك الاثمنه اغلبيه ديالهم اللي كيكونوا في علي بابا كيتسمى هوك، كيتسمى بحال شي سناره كيلوحها المورد باش يجيبك. خصك انت غير تسولو ويدخل معك في لي ديتاي وتقول ليه مثلا التليفون هذا شحال داير، يقول لك داير 1000 درهم، وتقول لي انت راه في التصويره كنتي داير غير 500، غيقول لك لا راه ديك التصويره موديل قديم، ويقول لك عطاك بزاف ديال الاعذار، فهمتي؟ باش هو بغى غير يشدك انك تصيفط ليه ميساج، من بعد يقدر يبيع لك. شحال مره وقعت لنا بنادم كيجي كيقول لك ها اثمنه شحال دايرين، كتقول لي واش دويتي معاه؟ راه فاش كدوي معاه هو اصلا داير هذه كيف قال امين هوك، يعني باش يجلبك نتايا باش تدوي معاه. وهو فاش انت كتقلب عارفين بان الناس كيقلبوا بالاسعار اقل سعر، دونك هو غيطلع في هذاك البرودوي هو اقل سعر، يعني غدوي ما يقول لك لا راه كذا الثمن الحقيقي هذا. ولا كيكون داير بياسه، مثلا نعطيك مثلا تليفون كيدير لك هو الشارجور ديالو في الليستين. بنادم اللي كيدير لي كوميرس راه فاهم هادشي، كيدير لك الشارجور ديالو في الليستين، داك الشارجور كيكون داير مثلا 50 درهم، كاين تليفون داير 1000 درهم، انت كيطلع لك 50 درهم كتقول راه داير 50 درهم.
دونك ما ولكن ملي تحكمش. كتجي تدخل ليستين كتلقى راه حاط لك الشارجور ب 50 درهم، فاش كتكليكي على التليفون كتطلع لك 1200 درهم ولا 1200 وهادشي راه كيوقع لنا هنا حنا في طاوبا فاش كنبغيو طابا نشريو. كيديروها قالب. كيدير لك هذه القضيه هذه باش انت كتم مثلا كتسكرولي ولا في البيسي ديالك كتقلب كتشوف مثلا واحد البرودوي كما كان، انت عارف الثمن ديالو في المغرب مثلا كيدير 7000 درهم ولا 10000 درهم ولا هذا، كتجي كتلقاه ب 500 درهم في علي بابا، كتوقف يعني كتبلونطا واحد شويه كتقول اواه فهمتي اش الثمن. هذاك هو الهوك، هذاك الشيء اللي كيبدا باغي يقول لك كنصبوا علينا في المغرب وكيكونوا. هذا الشيء عاوتاني هذه ماشي قاعده عامه بالنسبه لعلي بابا، كاين اللي كيحط الثمن وكيكون الثمن هو اللي غيعطيك في الاخر. يعني الواحد خصو يخدم عقله خصو يقلب ماشي غير يشوف. واحد المصطلح في الانجلي كيقولوا if it's too good to be if it's too good to believe right to be true. if it's too good to be true it's not true. الا كانت مثلا انت كتشوف واحد الحاجه كتبان لك ثمن خيالي راه حضي راسك، يا اما يتنصب عليك يا اما كاليتي عيانه يا اما شي حاجه ماشي هي هذيك. راه الثمن راه اخر معيار في المقارنه. كنبداو انا عندي تليفون، عندي ايفون 16 كنقارنوا مع ايفون 16 راه ماشي كنشد، راه كنلقى بعض المرات البشر كيشد لك ايفون 16 وكيقارنوا مع ايفون 15 كيقول لك اسيدي راه الايفون هذا الايفون ارخص من هذا الايفون. كتقول لي واش شتي المواصفات ديالو شتي فيه شحال بعدا شحال نطيره. حنا على الايفون 16 وايفون 16 انت كتقول لي هذا راه لقيته رخص وهو راه فيه 256 والاخر فيه 1 تيرا وانا عاطيك 1 تيرا وانت كتقلب على 256. يعني الواحد خصو يقارن كيف كنقولوا ابل تو ابل، تفاحه بتفاحه ماشي تفاحه باورانج. حنا للاسف عندنا المقارنه ديما كدار بالفلوس. ماشي هو في المغرب، هذه عاوتاني في كاع الدول العربيه كاملين كيسولوا الناس. اول حاجه كيسولك كيقول لك بشحال دايره هذه هذا باش يزيد معك الخطوه الثانيه. اما حنا عندنا التجربه ديال الحمد لله كنبيعوا الترناسيونال. كاين فرق كبير ما بين التعامل مع واحد عربي، حنا ماشي كنعمو، ولكن فرق ما بين واحد عربي وواحد اجنبي. الاجنبي راه كيصيفط لك الديتاي ديال البرودوي. هذا عاوتاني كاين الناس في المغرب كيفاش كيتعاملوا، عاوتاني الناس التجار كيتعاملوا بتصاور كيصيفط لك الطبله هذه تصويره. واش هذا يا سيدي الومنيوم؟ واش هذا عود ولا شنو هذا من بين الحوايج واش بلاستيك مغطي كالعود. يعني كاين بزاف ديال ديتاي اللي الناس حنا مثلا كنتفهموا حقاش كنهضروا مثلا بالعربيه، كنقدروا نهضروا مع الكليان ديالنا ونشرحوا ليه. ماشي ولا مشيتي عند فاهم لا كولتور. الا مشيتي عند الفورنيسور كيقول لك عطيني قائمه المواصفات فيش تكنيك، ولا يقول لك واخا. الا ما عندوش الكليان الفورنيسور ما غاديش يهضر معك، ويقدر يقول لك واخا ياخذ من عندك لا كوموند وانت صيفطتي ليه التصويره وهو ما عندوش هذا بلاستيك وهذا بلاستيك وانت باغي الومنيوم وباغي العود. وكتجي كتقول السلعه وصلت لي ماشي هي هذه. انت ما حددتيش معاه النهار الاول، الا ما حددتيش معاه النهار الاول كيكونوا كيطراو المشاكل. يعني الواحد اول مره غيبدا في التجاره خصو ضروري شويه يفورمي راسو، ما يمكنش انت غتلح على واحد الميدان وانت ما عارف حتى شي حاجه. مؤخرا كان عيط لي واحد السيد داير مع شي ناس هنا في المغرب في الشينوا مغاربه، داير معاهم دي دي بي اللي هي من باب لباب دور تو دور. ما كاينش دي دي بي في المغرب، في المغرب. يعني بزاف الناس ما عارفينش هذه القضيه. صعيب دير دي دي بي في المغرب حيتاش الديوانه فولاتيل، يعني ماشي فيكس. يعني اليوم نقدر نخلص على هذا 200 درهم في الديوانه. انا كان اكزاجيري، ولكن ما كيوقعوا شي حوايج بعض المرات كتزاد وكتنقص في لا فالور ديال السلعه ما كتعرفش. وي يعني حنا مثلا فاش كيجي عندنا الواحد كيقول لي مثلا انا ولا اسامه كيقول لنا انا ما عنديش شركه في المغرب، بغيتك توصل لي السلعه للمغرب، كنقولوا ليه اسمح لينا هذا سيرفيس ما كنديروش. دابا خص الواحد يفرق عاوتاني ما بين شركه اللي كاينه في لاشين وشركه اللي كاينه في المغرب. كاين اللي كتكون عنده لاشين والمغرب، كاين اللي كيكون عنده لاشين، كاين اللي كيكون عنده المغرب. حنا مختصين في لاشين، يعني مختصين في لقاو السلعه هنايا على طول العام باش نجيبوا احسن اثمنه باحسن كاليتي. دونك خصك تكون هنايا على طول العام باش كل نهار كتسافر وتدور وتقلب وتمشي للمعارض وتشوف المعارض الاثمنه ديالهم كي دايره وتشوف لا ريجيون ديال السلعه فين جات وتشوف هذا باش تقدر تنافس الشناوه. كاين واحد الناس اللي كيديروا لامبورطاسيون، عنده شركه ديال لامبور وكيدير السيرفيس دامبورطاسيون، كيتصلوا بينا حنايا باش يديروا الناس هذا السيرفيس هذا. هادوك شركه كتواجد في المغرب وكدير لامبورطاسيون، حنا كنديروا ليكسبورطاسيون.
دونك الواحد خصو يفهم الفرق ما بين هاد جوج الحوايج. التصدير والاستيراد. حنا كنصدروا وهما هادو كيستوردوا. كيستوردوا. وكاينين شي ناس كيديروا هاد لي سيرفيس بجوج. حنا حاليا مازال ما حليناش هاد السيرفيس هذا، ولكن ان شاء الله في المستقبل القادم غنديروا هاد لو سيرفيس هذا. حنا دابا علاش بدنا هذا الموضوع باش نفسروا لبنادم شنو هو الفرق وشنو هو المصاريف اللي كتكون في كاع المراحل ديال تنقل السلعه. حنا نخليو هذاك باش ما ندوخوش الناس بزاف، وانه الا بغيتي انت ما عندك الشركه خصك تتعامل مع هذه الشركه اللي في المغرب كدير الاستيراد. انت كتجي بعض الناس كيستعمل ديال صاحبه ولا هذا واخا ما كنصحش بها حيت كيقدروا يكونوا شركه متخصصه كتعرف هذا الشيء، كيقول لك اي برودوي بغيتيه ها بشحال غنبيعوا لك، انا غادي نجيبو لك من الشين وغنخلص عليه الديوانه غنتكلف به، اون فوا نجيب لك السلعه ديالك مثلا تعطيني 50% على لافونس، 50% فاش توصل السلعه. كاين اللي كيقول لك عطيني 100% في الديبار، كاين اللي كيقول لك توصل وخلصني. يعني انت خصك تعرف الا ما عندك الشركه هادو هما الناس اللي تتعامل معاهم، وخص ضروري الواحد يسول على لي ريفيرونس ديال الشركه اللي غتخدم معاهم. انت مثلا مشيتي عند واحد الشركه في المغرب كدير الاستيراد، ولا حنا مثلا جيتي عندي لا تسولني. الحمد لله بفضل الله راه بنادم كيدوي علينا راه كاع ما كنعرفوه. لا ولكن مزيان ان الواحد انت غتخدم مع واحد غتعطيه فلوس غتثق فيه انه يدير لك واحد السيرفيس هنا في الشينوا ولا يبيع لك واحد السلعه، سولو واش فايد درتي هذا الشيء، شحال عندكم من كليان، واش عندكم شي ريفيرونس في المغرب. واحد سؤال مهم، وهذا اصلا بيزنس لايسنس، البيزنس لايسنس ديال البيزنس اللي كيدير. انت غتجي تدوي مع كوسوسوا في المغرب ولا في هذه الشركات الكبار اللي كنتعاملوا معاهم مثلا في المغرب والسعوديه، قبل ما كيخدم معايا كيقول لك صيفط لي لا ليسونس، كيقول لي صيفط لي لا ليسونس وصيفط لي ورقه من البنكه اللي هي مستامبيه ومسينيه من البنكه ديالكم ديال الشركه اللي كتقول بان راه بالفعل عندكم كونت في هذيك البنكه، وها الليسونس ديالو وداك الشيء لي زانفورماسيون. الليسونس هي شنو هو الستامب بالعربيه؟ طابع ديال الشركه بالعربيه. ختم الشركه. ليسونس بالعربيه. شهاده البيزنس. ليسونس حنا راه العربيه تلفات لينا الخوت راه كاين بالفرنسي. شنو ريجسترد كوميرس؟ ريجسترد كوميرس اللي في المغرب ريجسترد كوميرس. شنو ريجسترد كوميرس بالعربيه؟ راه اللي عارفو يخلي كومونتير. هذا هو اللي عارفو يخلي كومونتير. هذاك الشيء اللي نستافدوا من الناس حتى حنا اللي كيتفرجوا فينا. هذه دابا هادو الشركات الكبار اللي كيكونوا دي ملتي ناسيونال ولا شركات كبار في المغرب كيقول لك عطيني هذا ما يخدمش معاك الا ما شافش. الا ما عندكش هذا الشيء ما يخدمش معاك. انا كنتفاجئ ما ديرش نفس القضيه. كنتفاجئ الناس كيقولوا لي شوف راه دويت مع كذا من واحد في الانترنت، حيتاش حنا غتسمحوا لنا معروف اننا ما تخدموش مع الناس بزاف بحكم ان حنا عارفين لا كاباسيتي ديالنا وبغينا نوبتيميزيو السيرفيس ديالنا لو ماكسيموم. انا عندي واحد العدد ديال لي كليون وهذوك لي كليون خصني نعطيهم احسن سيرفيس. وحتى ما كنديروش كلشي بشويه نزيد. ما كنديروش كاع لي وما خارجينش غير باش نشدوا هاد الفيديوهات بين قوسين، وهذا الشيء اللي كنديروا الله راه شاهد على النيه ديالنا كنديروه لله في سبيل الله. يعني فاش كيجيو منه ناس يخدموا معنا مرحبا بهم، ولكن عندنا واحد الفلتر. للاسف بزاف الناس فاش كيتصلوا بينا مثلا ما كنجاوبوهمش ولا هذا، كيمشيو كيتصلوا مع الناس اخرين كاينين كيديروا فيديوهات وكيقول لنا كيرجعوا عندنا كيدويو معنا كيقول لنا بان راه هذا السيد هذا راه لقيت وحدين يلاه حلوا شركه راه يلاه كيقراو يلاه هذا. انا كنتفاجئ انه ما طلبش ليهم لا ليسونس. ديك الريجستر كوميرس غادي يعطيك شحال لا دات اولا شحال امتى تصوبات الشركه، غتعرف امتى تصوبات الشركه، غتعرف شكون مول الشركه، واش فيها سميتو ولا ما فيهاش سميتو، غتعرف واش سميه الشركه هي هذيك. يعني كاينين بزاف الحوايج الواحد يقدر يفيريفي بهم. هذه الا كنتي غدوي مع شي بيرو ولا توزين حنا كنديروا هذه القضيه. مثلا عندنا واحد البروسيس فاش كنبغيو نخدموا مع شي وزين كدير لي واحد لوديت اللي هو سام ماشي بالضروره ديبلاصا عنده. اول حاجه كطلب ليه كتقول لي عطيني فاكتوري بريزنتيشن، واحد المقدمه على اللوزين ديالك. كاين اللي كيعطيك الويب سايت، كاين اللي عندهم واحد البي بي تي في شي كيصيفطوا لك بي دي اف باوربوينت. كاينه واحد البلاصه كتلقى فيها اور ريفرنسز ولا اور كلاينتس ولا اور بارتنرز، كتهبط كتلقى شكون اللي خدموا معاه. راه كاينين شركات هنا وزينات في الصين اللي البارتنرز ديالهم شركات كبار اللي هي عالميه كيشريو عندهم لي ماشين ولا كيشريو عندهم السلعه، كيعطيك واحد المعرفه على ذاك الشخص اللي انت غتخدم معاه. حتى الوزينات نيفوات، كاين اللي كيخدم مثلا مع امريكان مع لي مارشي الكبار الثميه ديالهم كيكونوا غاليين، وهادو من الحوايج اللي كنسولوا لي زوزين فاش كنتعاملوا معاهم. كتقول لي شنو هو المارشي ديالك، الا قال لك المارشي امريكان راه صعيب عليك تخدم معاه بالنسبه للمغرب، حيتاش المعايير ولي سيرتيفيكا وبزاف الحوايج اللي كيخدموا الامريكان ما يخدموش المغرب. وعاد الاثمنه اللي غيكونوا عنده هو
والكاليتي اللي كيصاوبها طالعه شويه زايده. كيف ما كان الحال حنا راه مازال كناخذوا اكفس بين قوسين كاليتي كتواجد، مع العلم ان الناس اللي كنخدموا معاهم حنا الحمد لله تبارك الله عليهم، وهذا الشيء علاش كنديروا الفلتر كياخذوا النقا. دونك انا فاش كنسول هذاك الفورنيسور المارشي ديالو كنعرف اوتوماتيكمون كتكون عندي واحد الفكره على الثمن، على لي سيرتيفيكا. حيت فاش كندوي مثلا على لي برودوي الكترونيك او لا لي برودوي اللي عندهم علاقه بالصحه ولا هذا، راه كيكونوا خصهم دي سيرتيفيكا باش تقدر انت تامبورتيهم. وهذا واحد هذا واحد السوجي اللي شويه معقد ما ندخلوش فيه في لي ديتاي. حنا كندويو دابا اون جينيرال، حتى من بعد ان شاء الله الا عجبكم هذا الشيء ونزيدوا نتفصلوا في هذا الشيء. يعني قبل ما تخدم مع اي واحد في الصين خاصك دير ليه واحد لوديت. يعني كاينين طرق اللي تقدر تعلمهم واسهلهم. مثلا بغيتي تخدم مع بيرو هنا في الشينوا كتمشي تقول لي عطيني الليسونس ديالك، قول لي شي شركات خدمتي معاهم في المغرب. كاينين كاع بعض الناس اللي انا بالتجربه ديالي كيقول لي كنحس به ما مرتاحش، كنقول لي شوف هكا السيد هذا هضر معاه كليان ديالنا هاك هضر معاه. وكاينين الناس سبحان الله لقيناهم كاع ولاد نفس البلاد كيعرفوا بعضياتهم، ذاك الكليان ديالنا كيعرف العائله ديال الكليان الاخر، لقاهم تلاقاو ولاو تصاحبوا كاع فهمتي. يعني سول هذوك الناس انت تخدم مع واحد صغيره. دابا هذا كرجعنا لواحد القضيه هذه بين قوسين. الواحد اللي كان كيتاجر خصو يكون معقول، خليكم من داك التخربيق. بغيتي دير الفلوس خليني من داك الشيء اللي كيطلع لك في الانترنت دابا، هذا بيع فيك برودكت، هذاك الشيء بعد منه. حيت المعقول هو اللي كيدوم. المعقول انا كنت فاش يلاه بدينا كنت في المغرب، مشيت الوجده شاد الطياره راكب، راه يلاه عندنا 14000 فولور ديك الساعه. شاد الطياره طاح لواحد السيد الكيت ديالو، هزيته في الارض عطيته ليه ويشوف فيا قال لي انت هو ارافيلت. قلت ليه عرفتي انا راه تخربقت ما انا ما مولفش هادشي ندير في ديك. قال لي تبارك الله عليك اخويا داكشي اللي كدير مزيان. قلت لي انت شنو الدومين ديالك؟ قال لي كندير هادشي ديال الفارمين، الزراعه والفلاحه. قلت لي تبارك الله عليك الله يسخر صافي. يعني واحد الانتراكسيون زوينه. كنت انا شي نصاب كنصب على بنادم فهمتي، راه غدور غيشدو فيك ولا غيمشيو يدعيوك بنادم ما تبقاش كاع تدخل كاع للمغرب. دونك الواحد اولا هو يكون معقول، ولا كنتي انت معقول ربي تيسر لك تيجيب لك ولاد الناس. ولا كنتي انت فيك الدغل، راه حنا فاش كندوي معنا شي واحد فيه الدغل الاسئله اللي كيسول راه باين باغي ينصب عليك. راه حقاش كتهضر مع حيتاش انت ما كدويش بهذيك الطريقه. كل شهر ولا هذا كتعرف الناس اللي غتقدر تخدم معاهم، اللي معاهم بوتونسيال، اللي غيضيع لك غير وقتك. وهذا حنا مثلا كنا درنا واحد القضيه اللي حبسنا دابا هي ديال 2000 درهم. يعني كاينين شي حوايج اللي اضطرينا حنا نديروهم حقاش بزاف الناس كيجي غير بحال قلتي كيحرت عليك ويمشي يشري من بلاصه اخرى، ولا غير كيسول ولا ما فاهمش ولا هذا. دابا المعلومه حنا كنبارطاجيوها اصلا فابور، ولكن فاش كتجي عندي انت تسولني على واحد البرودوي سبيسيفيك هذيك راه خدمه. حيت هذا مزيان اللي جبتي هذه النقطه. الشينوا راه خلا راه كبيره بزاف. الا كنتي انت جاي من المغرب بهذاك المنطق ديال الحجم ديال المغرب، غنمشي لكازا غنمشي للرباط، انا في الرباط غنمشي لكازا نجيب السلعه، ولا انا غنمشي قريبه لا ديستونس بزاف. دونك كتقول انت انا راه في نفس النهار. بنادم كيتخيل الشينوا دايره بحال كازا غيمشي غيجمع فيها السلعه كامله في بلاصه وحده. حنا لا، حنا ما غاديش اولا ما كناخذوش من عند اي واحد، كنمشيو نقلبوا كياخذ لنا الوقت. كيف كان كيشرح لكم امين قويله على كيفاش كتلقى بعد هذاك لوزين، داك البروسيس كنديروه في كل مرحله في كل برودوي جديد. دونك انت الا جيتي عندي كتسولني راه ما عنديش، كنت قلت عليهم في واحد الريله بالضحك، سوبر مارشي غندور غادي نقول لك الثمن. دونك كاين واحد البروسيس، حنا عندنا ليكيب خصك تمشي تقلب، خصك تدوي معاهم، خصك تجمع لي ديتاي ديال البرودوي عاد تعطيه ليهم عاد يقلبوا عليه عاد هذا. هادشي خلانا كاع ندوزو ليطاب الاخرى ديال اننا ما بقيناش كنديروا كلشي، بقيناش كنخدموا على كاع لي برودوي. كاينين شي حوايج اللي الناس وهذا مهم كنقولوا لهم سمحوا لينا هذاك ماشي التخصص ديالي وغادي ياخذني بزاف ديال الوقت وبزاف ديال ليفور. يعني غادي نضيعوا وقت ديال بعضياتنا. حيت هذا البروسيس كيتعاود وكياخذ بزاف د الوقت، هذا هو اطول بروسيس. واحد القضيه اخرى اللي جبدها اسامه، مثلا اعطيكم مثال ديال الصين. يعني لاشين راه كبيره وكاينين دي زون مدن اللي مختصين في كل حاجه. مثلا فوشان معروفه بالاتات، هادشي اللي كتشوف. شنجن معروفه بالالكترونيكس، هذا راه اوت دور فرنيتشر كيكون حتى في لو نور. كتمشي كتدخل كتلقى واحد الزون كامله وزين ملاصق مع وزين ملاصق مع وزين ملاصق مع وزين كيصوبوا هذا الشيء. انا راه
حنا بحكم السفر ديالنا بحكم التجربه ديالنا راه كتمشي بعض المرات لواحد الزون راه كيضرك راسك. مثلا انا مشيت لواحد البلاصه زون كامله تاون اللي واحد القريه قريبه لواحد المدينه كبيره. حنا فاش كنقولوا قريه راه قد بن قرير ولا فاش من بن قرير قد كازا قريه هنا في الشينوا يعني راه كبيره. زون كامله مختصه كيصوبوا البطوات ديال الضوء اللي في الزنقه. كتجي تخيل معايا كتكون سايق الطوموبيل ولا اللوزين كيهزك من سميتو من المحطه ديال التران ولا من الايربور وانت واصل كدوز اللوزين الاول كيصوب بطوات ديال الضوء، الثاني بطوات ديال الضوء، الثالث كيصوب البولات اللي كيداروا في البطوات ديال الضوء، الرابع كيصوب واحد الحاجه اللي يعني زون كامله في هذا الشيء. هذا الزون مثلا انت عندك كوموند بغيتي تصوب عندك شي بروجي ديال الدوله ولا هذا بغيتي خاصك تمشي لهذيك البلاصه، وهذا كيخليك انك تكون عندك واحد الاكسبيريونس. يعني مثلا هاد التاون هادي جات في واحد البروفينس سميتها جيانشي، يعني انت مشيتي سولتي واحد لوزين كاين في كوانجو قال لك انا راه كنصوب بطوات ديال الضوء خصك شويه ترد البال. ماشي 100% ما كيصوبهمش، كاينين دي ولكن راه زيكسيبسيون، يكون كيجيبهم من تماك. كاينين دي زيكسيبسيون. بعض المرات كتلقى واحد لوزين اللي بوحدو داك خينا ولكن راه يكون غالي حتى لي طاكس في كوانجو اصلا غلا. كاينين بزاف ديال لي فاكتور اللي هذه مزيانه. علاش الناس فوشان كيديروا الاثاث بقاش تما قريب لهم الرو ماتيريال، قريب لهم الماده الاوليه كيتصاوبوا الماكينات ديال العود كيتصاوبوا تماك. العود كاين تماك. كاين كيجي بزاف، هو ما كاينش تماك ما كيصنعش تماك مي كيجي بزاف تماك. دونك هذيك البلاصه مهيئه لهذيك الخدمه. دونك لو كو كيكون طايح وعاد عاوتاني كيف قلت انا لا طاكس راه طاكس من بلاصه لبلاصه كتكون غلا. وهذه دي زون راه مزيانين. هذه القضيه اللي دويتي عليها بغيت نزيد واحد الاضافه مهمه. هذا هو السر غنبارطاجيو معكم ديال حنا كيفاش كنلقاو لي زيوزين. انت كتجي كتشوف اوزين مثلا بغيتي تخدم على شي برودوي، نرجعوا للتليفون. التليفون بغيتي تشريه كتلقى بان مثلا دويتي مع الوزين الاول مكتوبه فيه غوانزو او لا شنزن، حيت الالكترونيك شنزن كتلقى شنزن. شويه دويتي مع الوزين الثاني كتلقى شنزن، ثالث شنزن، رابع شنزن. هذه باش كيبدا السميه ديالو، حيت هنا في الصين ديما الشركه كتبدا بالسميه ديال فين كاينه المدينه. نعطيكم مثلا بشركتنا حنا شركتنا ارابيلت، ولكن السميه تلقى فيها شامن ارابيلت، يعني المدينه عاد السميه. دونك في كوانزو او لا شنزن كتلقى المصنع الاول شنزن، الثاني شنزن، الثالث شنزن. كدوي مع شي واحد كتلقى مثلا نقولوا حنايا نينغبو، ولا كتلقى انخوي، ولا كتلقى شانغهاي، كتلقى شي سميه اخرى. علاش ما نعطيوش الناس واحد لا ليست دابا من بعد ما تسالي ديال فين كاينه كل بلاصه السميه ديال المدينه وفين كاينه. هاد السميه هذه مهمه مزيان باش نعرف فين كتصاوب هذيك السلعه. دونك الا لقيتها كتعاود ما بين بزاف ديال الجوزين كنرد لها البال وكنقول بان هاد لا ريجيو هذه هي اللي فيها السلعه. باش انا مثلا الا كنت غنجي من المغرب للصين خصني نجي لهذيك الجهه، ما نجيش لبزاف د البلايص. الا عندي انا سيجور صغير بزاف الناس مساكن كيجي عنده 5 ايام ولا 7 ايام كيقول لك راه غنمشي هنا ومشينا. كنرجعوا لهذيك القضيه ديال ان الحجم كياخذوا على حساب المغرب، غنمشي لكازا غنمشي للرباط لا. دونك فاش نجي لواحد البلاصه محدده نخدم عليها. وهذا الشيء بالنسبه للناس اللي كيخدموا الفوليوم. الناس اللي كيخدموا مبتدئين كيخدم شي حاجه صغيره كيمشي لايو او لكوانجو حتى فيهم الاسواق كيكونوا فيهم بزاف ديال المتاجر بحال الشكل ديال درب عمر. كياخذ منه سلعه مخلطه. خصك تعرف بان هذيك راه ماشي هي لاصوص، هذاك بحال درب عمر كيصنع ما كيصنعش. وانا وقعت لي قلت لك هذه القضيه، عيط لي واحد شارجيت شي كراسه، عيط لي واحد شاف هذوك واحد من دوك الكراسه اللي شارجيت من ايو كيسولني كيقول لي يا لابان واش نتوما اللي كتصاوبوا هذا الكرسي؟ ما جاوبتوش. شينوي هذا شينوي في ايو عنده محل كياخذ لي كوموند. يعني دابا يكون شي كليان ديالو شاف هذاك الكرسي وسول شي واحد سول هذاك الكرسي هو لقاه في ان هذا عيط ليا لقاني مرتي عيط. يعني ايو كاينه واحد النسبه قليل الناس اللي ما كتعرفش ايو راه كتلقى محل اللي هي فرونت، يعني واحد الواجهه، يعني واحد النسبه قليله ديالهم بالفعل واجهه ديال لوزين، ولكن اغلبيه ديالهم كتلقى واحد هذيك اللايسنس هذاك الريجستر كوميرس كيكون بالسقف المحل. راه كتجي كتشوف كتلقى السميه الا مشيتي صورتي وترجمتي غتلقى امبور اكسبور. المهم الواحد اللي يلاه بادي بغى يجي عنده داك البيدجي ديال الطياره بطبيعه الحال بنادم كيسول شحال الطياره كتقام تقريبا، كتكون واحد 14 درهم 20000 درهم على حساب لا سيزون، وعاد لي شارج ديالك ديال لوطيل ديالك وهذا على حساب واش غتجي مع شي واحد غتريح في شي بلاصه زوينه انت والبيدجي ديالك.
غالبا تقدر انت تحسب لها واحد 3 مليون حتى 4 مليون نقدروا نقولوا، راه كاين اللي كيطحن اكثر في المجيه ديالك، وغتمشي المصاريف بحال هكاك 30 40 الف درهم، وغتمشي نيشان لهاد ايو وكوانجو ولا كنتي يلاه بادي غتمشي للاسواق. وكاين حتى المعرض ديال كانطون فير اللي معروف كلشي كيجي ليه، كيكون جوج مرات في العام. هذا الكانطون فير كتمشي كتاخذ فيه فكره، كتشوف انت عندك الحمد لله ميسره الامور، عندك الفلوس، تقدر تجي تشوف الدور، تشوف شنو الجديد، واخا هو ماشي واحد البلاصه اللي كنصحوا بها حنايا الواحد اللي كيولي بروفيسيونيل. من بعد فاش كتولي بروفيسيونيل كتمشي للمعارض ديال هذاك الدومين اللي خصك نتايا تخدم فيه. كنظن نختموا. قبل ما نختموا ما كملناش شي نقاط وقيله. كنظن طرقنا لاكثر النقاط. هذا اول بودكاست ديالنا الاخوان، غتلقاو نخليو فيه شويه ديال ديال اللقطات ديال اللقطات الطريفه الفكاهيه. اللي هضرنا عليه هو لي زانكوتيرم ياك. في البدايه بدينا في الديبار، بغيتي بدا في المغرب لي زانكوتيرم، شنو الواحد خصو يعرف قبل ما يجي، كيفاش الفورنيسور تلقاه، كيفاش تحرى الناس اللي كتخدم معاهم بالبال. يعني الواحد باغي تخدم معاه سطرد ديال البال، تعرف شنو كيدير، واش شركه ولا ماشي شركه، وهذا الشيء اللي كاين. يعني الانترنت والصين راه صغيره، راه المارشي صغير، راه معروفين الناس اللي كيتاجروا. غالبا الصراحه الناس القدام ما كاينينش في الانترنت. حنا بحكم اننا جون وهذا كيف قلنا لا كيسيون اللي كيطرحوا بزاف، جاتني انا في شكل فاش كنت كنشوف كنقول واش ما كاينينش اجوبه لهذا الشيء باش نصيفطوا من الناس. لقيت ما كاينش محتوى لداك الشيء، واغلبيه فهمتي بنادم راك عارف كيخبي لها عندنا الثقافه ديال بحال انا غنرزقك، ما نوريكش كيفاش دير هذا خويا الشيء. راه الرزق راه الله، انا راه رزقي جايني هو رزقه جاي. انا كنظن نحبسوا هنايا ونقولوا للناس يخليوا لنا لي كومونتير، اي سؤال ولا اي توبيك مثلا بغاو يهضروا عليها يحطوها لتحت في لي كومونتير، وديك الساعه حنا نقدروا نقادوا واحد الحلقه اللي نطرقوا لهذوك الاسئله ونحاولوا نجاوبوا عليهم ان شاء الله. تماما. الى عجبكم هذا البودكاست ترحموا لنا على والدينا، ولا بغيتوا نزيدوا نديروا بحال هاد الفيديوهات هادو اللي غيكون فيهم الفاليو. وان شاء الله هذا العام هذا اللي هو 2026 ما بقى ليه والو، غيكون العام ديال فيديوهات في يوتيوب، حيتاش دوك الفيديوهات الصغار ما كيكفيوناش اننا نقولوا فيهم كاع داكشي اللي بغينا نقولوا، وغيكون غير الفاليو في الفاليو. غنعطيكم الاسرار حيتاش حنا ما عندناش مشكل، ما كنامنوش بشي حاجه سميتها المنافسه، حيتاش الرزق راه مفرق ياك امين بطبيعه الحال. ونتمناو ان هذا الشيء يعجبكم، والسلام عليكم ورحمه الله. كان معكم امين من ارابيلت واسامه من ارابيلت.